بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني وحبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى يا حبايبي، النهاردة بقى هنعمل الكفتة المشوية، حاجة كده بجد تحفة. بصوا بقى هنعملها مع بعض جوسي وطرية، وبصوا لمعة ازاي. بصوا بقى شكلها يجنن بجد. اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك بقى ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد انا بنزله. يلا بينا نخش الفيديو. هننزل كده باللحمة المفرومة بتاعتنا في الكبة يا حبايبي. والخطوة دي مهمة عشان اللحمة بتاعتنا تتسمغ وتبقى ايه جميلة وناعمة. لو مش حابين تحطوها في الكبة وتعملوها بايديكم مفيش اي مشكلة. وهننزل كده ببضاية يا حبايبي. واهم حاجة اللحمة تكون فيها نسبة دهون بسيطة 20% بس، عشان الكفتة تبقى جوسي وطرية. هننزل كده ببصلاية مصفينها. توابل كده معانا فلفل اسود، 7 بهارات، جوز الطيب، معلقه بيكنج باودر وملح وبابريكا. بس كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا يا حبايبي. وهننزل كده بمعلقتين بقسماط عشان الكفته بتاعتنا تبقى متماسكه ما تكونش طريه. معلقتين بس يا حبايبي. كده هنضرب الكفته لغايه ما تسمع معانا يا حبايبي. الكفته بتاعتنا بقت جاهزه، هنصبحها كده ونشوفها مع بعض. يا حبايبي دهنا الصينية وصبعنا الكفتة بتاعتنا، هنحطها على الرف الوسطاني. هتاخد معانا ربع ساعة الكفتة، متاخدش معانا وقت يا حبايبي. وهتشوفوا بقى احلى كفتة بطريقة بسيطة جدا وسهلة يا حبايبي، وان شاء الله هتعجبكم. واللي وصل معانا هنا ما ينساش بقى اللايك يا حبايبي. كده يا حبايبي الكفتة بعد ما طلعت من الفرن نزلنا عليها في فحمية. بصوا بقى شكلها بجد تحفة، حاجة كده تحفة. وكده يا حبايبي خلاص النتيجة النهائية. بصوا شكلها تفتح النفس. هتشربكم في العزايم. بصوا طريقتها بسيطة جدا، جربوا الطريقة بتاعتي وقولولي في الكومنتات رأيكم ايه. والطعم ايه بقى جنان ما اقولكوش يا حبايبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا.